السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أنا حبيت نقول لكم أنه ممكن راح نوقف القناة تاعي، لأنه الصراحة ما نيش نشوف في أي ما فيش هيك دعم ولا أي شيء. أنا والله الصراحة حاطة قناة تاعي لوجه الله فقط للإفادة والاستفادة من الأكل الصحي، ولكن مش بشوف ولا شيء من المشاهدين، ما فيش مشاهدات وما فيش يلا. إن شاء الله ربي يجيب الخير إن شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة تقليدية، وصفة الكسكس بالخضار، كسكس بالقمح الكامل. وممكن يكون آخر فيديو، والله العالم. إذا يلا تعالوا معي فنشوفوا المقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم مرة أخرى بقناتي، قناة Healthy Lifestyle Kitchen. نعطيكم مقادير الكسكس. أنا عندي 500 جرام من الكسكس بتاع القمح الكامل، عندي 600 ملي من المياه، وعندي ملعقتين من الزيت النباتي، وملعقة كبيرة من الملح. هذو كيف نعملهم؟ راح نجيب الملح وبعدين نحطوا الزيت، نخلطهم مع بعضهم. ليش نحط الزيت؟ مشان الكسكس ما يلصقش مع بعضه، ما يعملش كريات هيك، مثل ما نقولوا ما يعجنش. وبعدين نفرغ عليه الماء، نغرقه في الماء مشان يتشمخ يتبلل، ونتركه حتى ينشف، وبعدين نشوفوا الخطوات التالية. هنا أضفت له الماء وزدت، أضفت له مرة ثانية، لأنه الكسكس بتاعي من النوع اللي يشرب بسرعة، فأضفت له كان محتاج قليل من المياه. إذا هنا مثل ما راكم تشوفوا لازمني نحطه في شي صحن كبير أكبر، مشان ينشف كويس. نزيدو نشوفوا الخطوات الجاية. هنا الكسكس بتاعي نشف ما شاء الله، جاي حبة بحبة. أنا راح نحطها في الهي تبع البخار مشان نطبخه على البخار مثل ما أنتم شايفين. هنا حطيته في هذا الكسكسيف، الكسكاس مثل ما نقولوا احنا بالجزائري. نعمل ثقب بالملعقة مشان يطلع البخار. وهنا مثل ما انتم شايفين تبخر معي الكسكس، ونحط القسم الثاني في الهي تبع البخار مشان نكمل مع القسم هذا اللي نجهز.
إذا هنا بعد ما جهزوا اثنيناتهم نخلطهم كويس مشان ما يبقاش فيه يعني كريات هيك، مشان نسرحهم. وبعدين نزيد نبللهم بالمياه، يعني نشمخوا نبلوا بالماء مشان نعمله نطبخه في البخار المرة الثانية. لأن هنا مثل ما انتم شايفين بعد ما نشف لي الكسكس لما بللته بالماء، نرجع نوضعه في الهي تبع البخار، نعمل نفس العملية، نعمل له ثقوب مشان يعني يطلع يصعد البخار مشان يعني يستوي. وهيك خلص الكسكس معي. هنا بعد ما يستوي الكسكس على البخار بالقسم الثاني، راح نفرغه مع القسم الأول. أنا هذا لأنه عندي الطنجرة والكسكاس تبعها يعني صغار، ما عنديش كبار. أنا مثل ما أنتم شايفين أضفت لها ملعقة أكل من زبدة النباتية مشان يعني تعطي نكهة مثل ما أنتم شايفين. وبهيك الكسكس بتاعي جاهز، وإن شاء الله نروحوا للمرق. إذا هنا مثل ما أنتم شايفين هذو المكونات اللي نحتاجها في المرق بتاعي. فنحتاج إلى طماطم 3 حبات من الطماطم كنت يعني برشتهم، ونحتاج إلى بصلتين، كمان 4 فصوص من الثوم، 4 جزرات كنت قسمتهم على 2، 2 كانوا عندي 2 حبات صغار من القرع الأحمر، 3 كوسة، وكأس من الحمص. والدجاج انتو والاختيار بتاعكم مش تحبوا تعملوا. رأس الحانوت يعني توابل، زيت الزيتون والملح. أول شيء نجيب القدر تبعي تحبوا تطبخوا فيه، نحط ملعقتين من زيت الزيتون، وبعدها بحط الدجاج مثل ما انتم شايفين في الفيديو. بحط الجزر، لأنه الجزر يعني كما نعرفوا أنه صعب في الطبخ، نبلش به هو الأول، وبعدين الحمص، وبعدين البصل والثوم والتوابل اللي هو رأس الحانوت، وبعدين نحطهم على النار يتقلوا قليلا، ونخليكم تكملوا الفيديو ونرجع مع بعدين. هنا عندي البابريكا اللي كنت أني نسيت نذكرها في المقادير. نوضع قدر ملعقة أكل أو ملعقة ونص، وكمان بعدين راح نضيف طماطم مصبرة وكمان نسيت أني نذكرها. إذا هنا وضعت القدر بتاعي والخضار واللحم دجاج على النار، وأضفت المياه، ونخلط كل شيء مع بعض مشان الكل يتجانس مع بعضه، يعني الخضار والتوابل وكل شيء. هنا نضيف مرة ثانية المياه،
انه مش لازم ان نغفل عليها مشان ما تتحرق معانا، ونخلط كل شي مع بعض ونخلي كل شي يستوي على مهله. مثل ما انتم شايفين يعني هنا بالخضار الجزر والحمص انهم يستووا، يعني لازم يكونوا على نار قليلة. هون راح اضيف الملح، ملعقة ملح. هنا بعدين بشوف الدجاج بتاعي لما يستوي يعني بشيله وبحطه في صحن، وبعدين بشيل الجزر كمان وبحطه في صحن معه، وبعدين ببلش أضيف القرع الأحمر، اليقطين، والكوسة مشان يكملوا يستووا مع بعض. نحاول انه يعني ادخلهم كويس في المرق. بعدين بغلق عليهم طنجرة الضغط وبتركهم انهم يستووا كويس. يعني كل مرة لازم نشوف يعني المرق اذا كان نشف معايا ولا لا. اذا كان نشف معاك راح تضيفي المياه. وهنا اضفت الشطة الحار هذا قسمته على 2 لانه حار كتير. اذا نخليها تكمل تستوي كل مع بعض الخضار، ونرجع لكم ان شاء الله مع الكسكس مشان يعني نحطه في الطبق الاخير. لان هنا مثل ما انتم شايفين هذا الكسكس بتاعي انا راح ابلش اني احطه في الصحن. شوفوا ما شاء الله كيف يعني بيجي حبة بحبة، يعني ولا معجن ولا اي شيء. وكسكس بالقمح الكامل الاسمر ما شاء الله، يعني تاكلوا انتو مطمنين انه تاكلوا في الكسكس من القمح الصحي والنافع للجسم. اذا بهذا نجيكم في الطبق الاخير ان شاء الله تشوفوا الطبق جاهز. إذا هذا هو طبق الكسكس التقليدي الجزائري الرائع الصحي بالقمح الكامل الأسمر. وأنا حطيت هنا المرق بتاعه مثل ما أنتم شايفين، يعني نحط الكسكس وبعدين الخضار وبعدين بحط المرق من فوق. يعني هذه هي طبق رائع. أنا بموت في الكسكس الصراحة، بموت فيه يعني ما بملش منه، يعني رائع رائع. مثل ما أنتم شايفين كيف حطيت الجزر والقرع واليقطين يعني أو الكوسة، وكل واحد كيف يعني يشكل الطبق بتاعه بالطريقة بتاعته. هذه هي. يا رب إن شاء الله يكون عجبكم الطبق تاعي تاع اليوم، وإن شاء الله ما تنسوناش بدعمكم مشان أشوف إذا كان راح أكمل القناة بتاعتي ولا لا. أنا أحب إنه يعني لو يكون الدعم من عندكم أكثر أكثر، فإن شاء الله نتمنى
لا تنسونا بدعواتكم. يلا مع السلامة.